ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. طبعا شايفين السمك الجميل ده سمك مشوي، بس طبعا احنا مش شاوينه بقى في الفرن ولا في اي حاجة. طبعا احنا بقى شاوينه كده في الجريل على العين البوتاجاز. طبعا مفيش بقى ولا زفارة ولا دخنة ولا اي حاجة زي ما انتوا شايفين. بس ده قبل ما نبدأ مع بعض ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. طبعا تعالوا مع بعض نشوف الطريقة. انا هنا معايا بقى السمك مغسول ومتنضف كويس جدا. تمام. طبعا هحط بقى في مية كده، وهعصر بقى ليمونتين كبار زي ما انتوا شايفين. تمام، عشان خاطر ايه الزفارة برضه ابقى مأكدة عليه. هو مغسول كويس مرة واتنين وتلاتة، بس برضه بنحطه في محلول كده مية بليمون ونسيبه نص ساعة مع بعض. طبعا هنا بقى على ما يتنقع هو شوية نعمل مع بعض التتبيلة بتاعته. طبعا معايا راس توم كده زي ما انت شايفة. تمام، راس توم وسط. خلاص، ومعايا بقى فلفل رومي وفلفل حراق. عايزة انت وراحتك، عايزة فلفل حراق مفيش، عايزة مفيش مشكلة. تمام، زي ما انت شايفة كده. اعصر بقى الليمون بتاعي. طبعا حط ليمون على قد ما تقدر، السمك بيحب الليمون جدا. خلاص، نعصر بقى الليمون، وبرضه هنحط شوية خل حوالي معلقتين، ما تكتريش. ماشي، هنفرم بقى الدقة كلها كده. نحط ملح، نظبط الملح يا جماعة، ما نزودهوش عشان خاطر ما يضيعش طعم السمك. خلاص، هنا بقى معايا بهارات السمك، حط عليها كمون. يعني الخلطة دي للسمك بس. طبعا انا بقى معايا هنا السمك زي ما انت شايفة. تمام، والدقة بتاعتي كده فرمتها زي ما انتوا شايفين. طبعا معايا بقى هنا خضار، بصلتين، قرنين فلفل، عودين بقدونس. هنخرط بقى الكلام كله كده زي ما انتوا شايفين، كل الكلام ده هنخرطه. على فكرة انت تقدري تضربيه في الكبة عادي، تفرميه في الكبة، بس لما بيتخرط كده النكهة بتاعته بتبقى موجودة وبتدي طعم افضل واحسن كمان. خلاص، انا بقى هنا قطعت البصل وبقطع الفلفل زي ما انتوا شايفين كده. خلاص، قطعت بقى الفلفل. اجي بقى الفلفل الاخضر برضو زي ما انت شايفة. عودين بقى البقدونس، ما تكتريش، يعني ايه الخضار بس يدي نكهة كده حلوة يعني وبيدي ريحة وبيدي طعم حلو جدا. طبعا الخلطة كده كلها خلصت. احشي بقى السمك بتاعي زي ما انت شايفة كده، وافتح السمك لحد السلسلة لحد الديل كده من تحت، عشان السمك كله يشرب من التتبيلة بتاعتي، يبقى الطعم كل واحد، ما يبقاش في حاجة مختلفة، ما يبقاش في يعني حتة ما فيهاش كده ملح والدقة بتاعته كده. خلاص، طبعا هنا بقى معايا الخضار بتاعي، حطيت عليه معلقتين دقة وهقلبه بقى كويس جدا كده، وهسيبه حوالي 10 دقايق عشان خاطر يشرب من التتبيلة كده ويبقى طعمه حلو يعني. طبعا هنا سيبته 10 دقايق. هبتدي بقى احشي السمك بتاعي كده زي ما انت شايفة. تمام، هحشيه بقى كويس كده، يعني احط فيه حبة خضار حلوين كده. طبعا لو انا حطيته بقى في الجريل كده الخضار كله هينزل منه، مش هعرف ان انا اتحكم فيه واقلبه براحتي. طبعا انا معايا بكرة خيط زي ما انت شايفة كده. هبتدي ان انا الف عليه طبقة يعني طبقة كده ورايح جاي، يعني مرة واتنين، عشان خاطر اضمن ان الخضار ما يطلعش منه زي ما انت شايفة كده. تمام، بص كده الخضار ما يطلعش منها خالص. طبعا انا هخلص الكمية كلها زي ما انت شايفة وارجع لك تاني. طبعا هنا خلصت الكمية زي ما انتوا شايفين كده. بص الخضار استحالة يطلع منه ابدا، اعرف اتحكم فيه واقلبه كده على الاربع اجناب. طبعا انا بقى ما يشرب من التتبيلة، معايا بقى حلة فيها كده شوية زيت، انزل بقى عليهم ببصلاية كبيرة، نعمل مع بعض شوية الرز بقى بتوع السمك الحلوين دول. طبعا هسيبها تتحمر كده، اتحمرت معايا، انزل بقى بمعلقتين عسل اسود. خلاص، زي ما انت شايفة، على فكرة العسل بيفرق جدا في الطعم وفي اللون كمان. معلقة دقة بقى من بتاعة السمك كده كبيرة، اقلبهم بقى كده. بعد كده معايا نص كيلو رز مغسول كويس ومتصفي، انزل بقى كده زي ما انت شايفة. هقلبهم بقى كده يشربوا كلهم من بعضيهم. طبعا هنا معلش الكاميرا فصلت مني،
فما صورتش طبعا وانا بحط المية وكده. طبعا انا ظبطت المية بتاعته وسبته بقى على نار هادية كده يستوي مع نفسه. انا بقى هنا معايا الجريل زي ما انتوا شايفين، حطيت فيه معلقتين زيت ووزعتهم. انزل بقى بالسمك بتاعي زي ما انت شايفة، بتحطيه في ردة خفيفة جدا، يعني انت بتحطيه في ردة بسيطة، ما بتكتروش الردة فيه زي ما انت شايفة كده. طبعا بتعمليه على الاجناب كلها، طبعا على بقى ما يتحمر كده. طبعا على ما يتحمر بقى كده نعمل مع بعض احنا بقى شوية سلطة كده حلوين زي ما احنا شايفين. تمام، نقطع بقى الطماطم ونقطع بقى البصل والفلفل بتاعنا كده، نعمل حبة سلطة كده حلوين، حاجة تفتح النفس جنب السمك والرز. تمام، عودين بقى بقدونس زي ما انتوا شايفين كده. خلاص، اي خضار متوفر عندك عادي، اهم حاجه السلطه، حاجه تفتح النفس وحاجه تبقى مفيده برضو. طبعا انتوا هنا شايفين السمك زي ما انتوا شايفه كده. انا بقى يعني بقى ايه، بقلبه كده على جميع الاجناب، الاربع اجناب كده، طبعا عشان يتشوي كويس ويبقى مستوي من جوه برضو. انا هنا بقى السمك خلص، طبعا عندي طبق كده فرده فيه شويه خضار زي ما انتوا شايفين. انزل بقى بالسمك بتاعي كده. بصوا تحفة تحفة تحفة، ما تفرقهوش بقى، يعني ما تقولوش ده مشوي في جريل وكده، خالص خالص، يعني حاجة جميلة والله وسهل جدا. يا ريت تجربوا الطريقة، طريقة حلوة جدا والله. والرز بقى تحفة، ومعلقتين العسل في الرز بيفرقوا جدا. والسلطة بقى البلدي الجميلة، حاجة تفتح النفس كده. يا ريت تجربوا الطريقة دي، وبألف هنا وشفا على قلبكم. يا رب تكونوا استفدتوا مني، ويكون الفيديو عجبكم ونال اعجابكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم مني كل جديد.